يا أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مساحة لنفسك. المساحة اللي بنحاول فيها نسمع نفسنا بجد ونفهم نفسنا ونطبطب عليها بدل ما نجلدها. لو فاتتك الحلقة الأولى كنا بنتكلم فيها عن كلمة انتي فاشلة، الكلمة اللي ممكن تدمر ثقة أي حد في نفسه من غير حتى ما ياخد باله. النهاردة بقى هنتكلم عن واحدة من أكتر الكلمات اللي بتوجع القلب، كلمة ناس كتير سمعتها وهي صغيرة أو حتى وهي كبيرة، كلمة بتوجع بتكسر، بس برضه نقدر نعيد تعريفها ونحولها لقوة. النهاردة هنتكلم عن انتي غبية. قد ايه الكلمة دي بجد موجعة ومؤلمة لما بنسمعها. عارفين ايه اللي بيخلي كلمة زي انتي غبية بتكون تقيلة كده على القلب؟ مش الكلمة نفسها، المعنى اللي بنسمعه من وراها. لما حد بيقولك انتي غبية، المخ ساعتها بيترجمها كأنك انتي مش كفاية، انتي أقل من غيرك، انتي مش بتفهمي. وساعتها بيبتدي صوت داخلي جواكي يقولك يمكن هم عندهم حق، يمكن أنا فعلا غبية. لكن الحقيقة الكلمة دي مش بتعبر عنك، بتعبر عن نظرة اللي قدامك اللي قالها ليكي. ممكن يكون قالها وهو متضايق، ما كانش عارف يعبر، أو ببساطة بيتكلم من غير وعي. كم مرة سمعتي في حياتك الكلمة دي ومين اللي قالها لك؟ لو فكرتي شوية هتلاقي إن الكلمة دي مش بس وجعتك، لكن كمان علمتك إنك تحسي بإيه تجاه نفسك. الكلمة دي ليها أثر نفسي صعب قوي. لما الكلمة دي بتتقال كتير، خصوصا من حد قريب أو مهم في حياتك، بتبدأي إنك تصدقيها. ثقتك في نفسك بتقل، بتترددي 1000 مرة قبل ما تاخدي أي قرار، بتخافي إنك تغلطي، وبتحسي دايما إنك أقل من غيرك. ودي كارثة صغيرة على المدى الطويل، لأنك بتشيلي الكلمة دي جواكي كأنها وشم على روحك. في دراسات نفسية بتأكد إن الكلمات السلبية اللي بتتكرر على الطفل أو الشاب بتأثر على طريقته في التفكير في نفسه حتى بعد سنين. يعني لو حد قالك انت غبية وانت عندك 10 سنين، ممكن تفضلي تحسي بده وانت عندك 30 سنة. طب ما تيجوا بقى نبص للجانب الإيجابي للكلمة دي لو احنا استخدمناها صح. ايه ده؟ هو الكلمة دي ليها جانب إيجابي يا رانيا؟ هرد عليك ببساطة وأقولك مش الكلمة نفسها، لكن رد فعلك عليها هو اللي بيحدد يكون ليها أثر إيجابي أو أثر سلبي في حياتك. في فرق كبير جدا بين إنك تصدقي الكلمة وإنك تقفي قدامها وتردي عليها من جواكي. لو حد قالك أنت غبية، ممكن ساعتها تقولي لنفسك لا، أنا مش غبية، أنا يمكن مش بفهم بطريقتك بس بفهم بطريقتي، أو أنا مش محتاجة أكون زيك عشان أكون ذكية. الكلمة دي ممكن تبقى وقود يثبت لك إنك أذكى مما هم شايفين، وقود يخليكي تتعلمي تشتغلي على نفسك وتثبتي العكس لنفسك قبل أي حد. فاكرين لما حد قالك أنت مش هتعرفي تعملي كذا وقدرتي تعمليه؟ الإحساس ده هو اللي محتاجينه نحول بيه الكلمة بتاعت أنت غبية لقوة دفعة تدفعنا لقدام ونطور بيها نفسنا. طب اتصرف ازاي لما اسمع الكلمة دي؟ عايزاكي كده أي كلمة مؤذية تسمعيها وهقولها لك في الحلقات بتاعتنا، تاخدي نفس عميق وتقولي لنفسك الكلمة دي مش حقيقية، الشخص اللي قدامي بيتكلم من وجهة نظره، أنا أذكى مما يعتقد. وبعد كده يبقى عندك 3 اختيارات انت اللي تختاريهم على حسب شخصيتك. الاختيار الأول إنك تتجاهلي الكلمة، لأن مش كل كلمة مستاهلة طاقتك.
الاختيار التاني إنِّك توضّحي، لو الشخص ده قريب منِّك قولي له بهدوء الكلمة دي بتضايقني، لو عندك أي ملاحظة قولها بطريقة تانية. الاختيار التالت إنِّك تثبتي العكس من غير كلام كتير، بالإنجاز باللي بتعمليه كل يوم. دلوقتي عرفتِ تتصرّفي إزاي لمّا تسمعي الكلمة دي. طب إزاي بقى تتجنبي الأذى النفسي من الكلمة؟ ممكن تسمعيها وتتصرّفي لكن تفضل جواكِ بتأذي فيكِ. أول حاجة هتفصلي بين الكلمة وقيمتِك. تاني حاجة هتفكّري في كل الحاجات اللي بتبرهني فيها لنفسِك إنِّك مش غبية. تالت حاجة لو الكلمة دي جات من شخص بتحبيه افتكري إنه بشر ممكن يغلط، لكن ده مش هيحددِك أبدًا. ولو الكلمة دي جات من شخص غريب اسألي نفسِك هو رأيه فعلًا يهمني؟ وحطي حدود للتعامل مع الأشخاص. هاقول لِك على تمرين بسيط أوي تقدري إن أنتِ تعمليه. عايزاكِ تقومي دلوقتي تكتبي على ورقة أنا مش غبية، أنا وتكمّلي الجملة. ممكن تكوني مبدعة، قوية، بتحبي تتعلمي، عندِك طريقة مختلفة في التفكير. كمّلي الجملة بالكلمة اللي بتوصفِك فعلًا واللي بتدّيكِ طاقة إيجابية. هادّيكِ مثال واقعي عن ردة الفعل لأي كلمة مؤذية ممكن إحنا نحوّلها لوقود وإنتاجية. توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي كان ليه قصة كده مع أمه لما رجع في يوم من الأيام من المدرسة جه لمامته وقال لها أعطتني المعلمة هذه الورقة، فما تحتوي هذه الورقة يا أمي؟ بدأت والدته تقرأ الورقة وعينيها مليانة بالدموع وحضنته وقالت له يا طفلي يقولون أنك عبقري وذكي جدا ومدرستنا لا تستوعب هذا الذكاء ونحن لا نمتلك مدرسون يعلمونه بهذا المستوى وعليكم تعليمه في البيت. وفعلا بدأت أمه تعلمه في البيت وبدأ يبيع الجرايد في محطة القطر عشان يساعدها على المعيشة لحد ما والدته توفت وأصبح مخترع كبير. وفي يوم من الأيام راح للاب والدته بيراجع ذكرياته فلقى الورقة اللي بعتتها المدرسة لأمه ولقى مكتوب عليها إن ابنك غبي بل وشديد الغباء ولا يستوعب التعليم لذلك فهو مطرود. طبعا إديسون اتأثر قوي بالكلام اللي مكتوب في الرسالة وكتب في مذكراته إن أنا كنت ضعيف الفهم وحولتني أمي لعبقر القرن. شايفين الكلمة قد إيه كان أثرها مؤلم على أمه؟ بكت وحضنته، لكن إزاي هي اتعاملت معاها وكان رد فعلها مع الكلمة دي إنها حولت ابنها من شخص ضعيف الذكاء لشخص عبقري. هو ده اللي أنا بقولك عليه، رد فعلك تجاه الكلمة هو اللي بيحدد أثر الكلمة عليكي سواء كان أثر إيجابي أو سلبي. عايزاكي كل ما الكلمة دي تطلع كده في دماغك تحوليها لإشارة، إشارة إنك تشتغلي على نفسك، إشارة إنك تتقدمي زي ما حصل بالظبط وقلت لكم في حلقتنا الأولى لما كنا بنتكلم عن أنت فاشلة. الفرق بين الفشل الحقيقي والفشل اللي بيتقال عليكي هو رد فعلك. نفس الشيء هنا، أنت غبية مش معناها أبدا إنك كده، لكن ممكن تكون البداية اللي تثبتي فيها إنك أذكى وأقوى. الناس اللي حواليكي ممكن يشوفوا فيكي ضعف بس أنت اللي بتقرري إذا كان ده ضعف أو وقود لقوتك. شعار حلقتنا النهاردة أنت مش غبية، أنت مختلفة والمختلف هو اللي بيصنع الفرق. عايزاكي بقى تكتبي لي شعار النهاردة في التعليقات عشان أعرف إنك لسه مكملة معايا الحلقة. عايزاكي لو حد قالك بعد كده أنت غبية في الشغل أو في المدرسة أو في أي مكان حولي الكلام ده لخطة، اتعلمي أكتر،
اسألي، طوري من نفسك، اثبتي لنفسك قبلهم إنك مش غبية. افتكري دايما إن الكلمة دي مش بتعرفك، اللي بيعرفك فعلا هو اختياراتك، قوتك، إصرارك، قلبك اللي بيكمل رغم كل حاجة. كل كلمة مؤذية بنسمعها ممكن يا إما تكسرنا يا إما تبنينا. لو لسه ما سمعتش الحلقة الأولى انتي فاشلة، ارجعي اسمعيها، هتكملك الصورة. لأن في حياتنا مش كلمة واحدة بتأذينا، لكن في كل مرة بنعيد تعريفها بنكبر خطوة لقدام. أنا سعيدة إنك كنتي معايا في حلقة النهاردة من بودكاست مساحة لنفسك. لو حسيتي إن الحلقة دي لمستك شاركيها مع حد محتاج يسمعها، وافتكري إنك مش غبية، إنك مختلفة. استنيني في الحلقة الجاية، ومن دلوقتي لحد الحلقة الجاية خدي بالك على نفسك واديها مساحتها.